السلام عليكم. كتير من اللي عاملين دايت بيشربوا دايت صودا ظنا منهم انها شوجر فري وانها ما فيهاش كالوريز، فاذا هي امان على الدايت اللي بيعملوه. انا جايه النهارده اصحح لكم المفهوم ده واقول لكم ان هو غلط تماما. الدايت صودا دوت خطير جدا على الصحه، مش هيفيدكم في الهدف اللي انتوا عايزينه وهو انقاص الوزن للاسباب التاليه. اول حاجه، الدايت صودا عباره عن محلي صناعي، هو في الغالب اسبرتام لانه هو ارخص محلي صناعي فبيحطوه. نمره 2 مكسبات طعم ولون. ثالث حاجه فوسفورس. دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها واحده واحده. الاسبرتام ده من ايام ما انا كنت في الكليه اساسا واحنا كنا بنقول ان هو كارسينوجينيك، شويه يقولوا وشويه يقولوا لا، المهم ان هو لسه محل بحث ان هو ممكن يؤدي الى السرطان. تاني حاجة ان الاسبرتام بيؤدي الى لخبطة في نظام الميكروبيوتا المفيدة اللي في جسمنا اللي موجودة في الامعاء، بيعمل ديسبايوزس، بيعمل خلل في هذه البكتيريا النافعة اللي هي بتتحكم تحكم كبير في صحتنا عامة وفي النظام الحرق بتاعنا. واللي كل الابحاث الجديدة بتعلمنا ازاي ان احنا نكتر من او نعزز من البكتيريا النافعه في الامعاء، فاحنا كده كمان بنيجي بالدايت صودا بنكسرها او بنعمل خلل كبير في الميكروبيوتا دي. الثالث حاجه، الاسبرتام بيدي حلاوه كبيره في الدم اكتر من السكر العادي. بنخدع الجسم وبنحسسه ان في سكر في الدم، ويطلع الانسولين نبص نلاقي ان مفيش سكر، مفيش كالوريز، يحصل لخبطه في الجسم. الانسولين اللي طالع دوت بيعمل لي كريفنج، يعني بحس ان انا عندي النهم ان انا اخد حاجه حلوه اكتر من الطبيعي. وجدوا كمان بالابحاث ان الناس اللي بتاخد دايت صودا كتير ان محيط الوسط عنهم بيبقى كبير، ان بيبقى عندهم عرضه لمقاومه الانسولين وسكر من النوع الثاني. طيب الفوسفورس دوت بيقلل امتصاص الكالسيوم، فبنبص نلاقي ان كتير من شبابنا دلوقتي عندهم هشاشه عظام نظرا لانهم بياخدوا دايت صودا كتير او الصودا حتى العاديه. تالت حاجه مكسبات الطعم واللون، اكيد كلنا عارفين مشاكل الحاجات دي، وعايزه اقول لكم بس ببساطه ان هي من اكبر اسباب السمنه عندنا. نعمل ايه؟ نحاول نقلل خالص الموضوع دوت، نبدل الدايت صودا دي بميه ونحط عليها اطعم مختلفه، نحط عليها نعناع، طرنشات ليمون، نتعود ان احنا نتخلص من الدايت صودا. الدايت صودا ده ادمان، حاولوا تتخلصوا منه علشان صحتكم وعلشان الهدف اللي انتوا اساسا كنتوا عايزين تاخدوه من اجله وهو انقاص الوزن. اشوفكم دايما على خير وصحه وسعاده، وباي باي. السلام عليكم.